أهلا بكم في نباش تاريخ. يوم 10 سبتمبر سنة 1920 نشرت صحيفة The Sentinel الأمريكية مقال لشخص اسمه إسرائيل توبس. المقال ده مهم جدا من ناحية المنظور الأخلاقي والإنساني للشعب الألماني تجاه اليهود. بيتكلم الدكتور إسرائيل عن حاجات كتيرة في المقال بتاعه، وأهم حاجة حكاها هي إنه خلال رحلته في جميع أنحاء ألمانيا واللي اتعهد بيها علشان ينظم أمور يهود أوروبا الشرقية اللي بيهاجروا لألمانيا، بيقول إن الرحلة جوه البلد أتاحت ليه الفرصة للتواصل مع كتير من قادة اليهود والسياسيين الألمان، وعمل معهم مقابلات بخصوص المشاكل الألمانية واليهود الشرقيين. وأهم مقابلة كان بيستعرضها ولفتت نظري فعلا هي مقابلة مع الكاتب كارل أندرز. بيتكلم الدكتور إسرائيل عن المقابلة دي وبيقول إنه لقى التعاطف والتفاهم عند الكاتب والسياسي الألماني غير اليهودي كارل أندرز، وإنه لما سأله سؤال إيه هو موقفه من المشكلة اليهودية كلها في ألمانيا، أجاب أندرز بأن لازم يتم تقسيم المشكلة اليهودية كلها لمشكلة عامة وهي معاداة السامية، والمشكلة المحددة وهي هجرة يهود أوروبا الشرقية، وإن كراهية اليهود في العصور الوسطى كانت بسبب انتشار التقارير التشهيرية، أما حاليا بيحفزها الجوع الرهيب والرغبة في إيجاد أسباب للهزيمة المهينة اللي تصورها الشعب مستحيلة تماما وما فكرش فيها قبل كده. كل ده هو سبب سذاجة الجماهير في تصديق أي حكايات خيالية عن اليهود. وأضاف أندرس إن كل حاجة شر بقت بتعرض على إنها مظهر من مظاهر الروح اليهودية، وبيأكد إن الخطر على المواطنين اليهود عظيم جدا، وده لأن عدد المعادين للسامية بيزيد يوميا في ألمانيا، وإن الشعب بدأ ينسى إن الروح المادية مش الروح اليهودية هي اللي بتحكم العالم حاليا، وإن يهود ألمانيا لازم يحاربوا بكل قوتهم كل عناصر عرقهم اللي نسيت القيم الأخلاقية لليهود، وإنهم بالتعاون مع أفضل ما في البشرية لازم يقودوا الكفاح المشترك ضد المادية المهينة اللي بتعصف بالعالم. وهنا بيسأل الدكتور إسرائيل إزاي بيفسر أندرس المذابح الدموية الناتجة عن التحريض ضد اليهود. فبيقول أندرس إن دي ظاهرة نفسية ظهرت بعد الحرب والثورة، إنهم وهنا بيقصد اللي بينفذوا المذابح وصفهم بإنهم بيدمروا كل المعايير الأخلاقية والعقلانية، وبيخلوا الألمان يبانوا كأنهم صغيرين جدا في نظر العالم. وبيضيف ان ممكن اي حد يكون عدو لليهودية، بس مش لازم العدو ده يتصرف بشكل غير انساني وبربري. واضاف اندرس ان الهجرة الجماعية لليهود الشرقيين لألمانيا بتشكل تهديد حقيقي، ده لان من المستحيل تحويل ألمانيا المنكوبة بالفقر لمركز هجرة، بس في نفس الوقت هيكون من العار طرد اليهود الشرقيين اللي استقروا بالفعل في ألمانيا لمجرد ان هم يهود الشرق. وهنا بيقول أندرس إن لازم يتم التعامل مع مشكلة الهجرة دي من خلال مؤتمر الهجرة الدولي، وإنه ما بيعتقدش إن بإمكان فلسطين حاليا إنها تستقبل كل يهود أوروبا الشرقية المستعدين للهجرة، بس بيقترح إن إنجلترا ممكن تعمل عمل إنساني عظيم من خلال تزويد اليهود التعساء دول بواحدة من مستعمراتها، بحيث يبنوا مستعمرات زراعية يعيشوا فيها بسلام. بعد كده الدكتور إسرائيل بيقول إن هو بعد ما اتطرد من ميونخ لأنه لعب دور نشيط في مشكلة اليهود الشرقيين، استلم رسالة من أندرس وبيوصف الرسالة دي إنها ممكن تكون وثيقة تاريخية. كتب أندرس إن التعامل اللي حصل مع الدكتور إسرائيل غير مسبوق، وإنه بيشعر بالخجل من الحكومة البافارية، وإن بالرغم من إن التعاطف مش هيساعده إلا إنه ما يقدرش يوقف الشعور ده، وإن الحكومة بتخاف ببساطة من معاداة السامية، وإنه في نفس اليوم اللي الدكتور مشي فيه من ميونخ اتنشر في كل الصحف إن يهود أوروبا الشرقية مش مسموح ليهم إن هم يعيشوا في مدينة ميونخ، وإنه هيواصل كفاحه من أجل عدالتنا وحقيقتنا. وهنا بيستخدم أندرس صيغة الجمع اللي بتدل على وحدة الهدف، وبيكمل إنه بيتمنى إنه يقدر في الوقت المناسب من إقناع الناس بحقيقة إن التحريض ضد اليهود هو همجي، ومن المحتم إنه هيجلب العار للشرف القومي الألماني، وإن المعادين للسامية هيستمروا في كرهه ومقاطعته، بس هو هيستمر في العمل من أجل اليهود الفقراء والمعذبين، وإنه الآخر يوم في عمره هيخدم قضية الإنسانية، وربما يجي يوم يرتقي فيه الشعب لمستوى أعلى وأنبل من الأفعال والأفكار. الرسالة اللي في آخر الخبر دي كأنها شايفة المستقبل وبتحذر من العار لو استمرت الكراهية، وكأن أندرس بيتنبأ باللي هيحصل بعد 25 سنة، فهي فعلا وثيقة تاريخية. في النهاية لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.